معاك ميدو. الحمد لله على السلامة يا ميدو. الله يسلمك يا مجدي، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وحشني جدا. وانت والله يا كابتن، ربنا يخليك. اخبارك ايه يا جميل؟ الف مبروك. مبروك يا ميدو، الف مبروك. مبروك يا كابتن ميدو. ابراهيم يوسف بيقول لك مبروك، والكابتن مدحت وكلنا هنا في الحقيقة سعداء باننا نراك بعد فترة طويلة جدا النهارده. الله يبارك في حضرتك، والله يبارك فيك يا كابتن ابراهيم وكابتن مدحت. ربنا يخليك. ميدو قول لي بقى احساسك، يعني انت لعيب كوره، واحساسك النهارده بعد فتره الغياب دي بتنزل مباراه رسميه وقدام جماهير نادي الزمالك اللي هي كانت متشوقه انها تشوفك. كنت قلقان يا ميدو ولا الموضوع ما كانش فارق معاك؟ لا والله يا كنت فرحان زي العيال الصغيره يعني. فرحان؟ فرحان لان زي ما حضرتك عارف ان الواحد مهما كبر ومهما عمل الكوره ولعب الماتشات بالنسبه لنا زي الاكل والشرب. بالظبط. انا كان بقالي 10 شهور بمر بظروف صعبه، طبعا يعني كانت حاجه خارج ايديا، وبعد كده يعني كانت ظروف، يعني مش عايز اقول ان هي ممكن تخلص على اي حد، لكن الحمد لله يعني الفتره الصعبه خلصت واللي جاي اسهل، وانا موجود جوه الملعب وانا رجليا في الملعب. محتاج شغل، انا عارف ان انا محتاج شغل ان شاء الله مع الماتشات ومع الشغل الفتره الجايه هرجع لاحسن فورمه ان شاء الله. التيشيرت اللي انتوا لابسينه النهارده بيفكرك بتيشيرت انت لبسته في احد الانديه الاوروبيه؟ احسن تيشيرت هو تيشيرت الزمالك. اوكي. شبه تيشيرت مين من الانديه اللي انت لعبت فيها؟ اياكس شويه. اياكس طبعا، قريب جدا من اياكس. عشان كده كنت انت نازل سعيد، لان دي احلى ايامك يا ميدو. طب ضربة الجزاء يا ميدو، احكي لنا عن ضربة الجزاء بقى، وازاي سابوها لك زمايلك، وانت كان شعورك ايه وانت داخل؟ لان ضربة الجزاء دي في بعض الاحيان بتشوف الجول زي علبة الكبريت. والله يا كابتن يعني انت من كتر ما عدت ضربه الجزاء بتاعتك في التليفون ضربة جزاء في كأس العالم طبعا. لا واضح الحقيقه احنا بنعرض الهدف، هو واضح ان انت برضو جسمك نازل يا ميدو بشكل جيد. والله لسه محتاج شغل يا كابتن مدحت. انا مش عايز، يعني الحمد لله يعني زي يعني كابتن مجدي وكابتن ابراهيم يقولوا حضرتك اصعب حاجه للعيب الكوره وهو رجليه بره الملعب. مظبوط. لما رجليك تخش جوه الملعب الباقي سهل. انا عارف ان انا لسه مش في احسن فورمه وكده، لكن انا بقالي 10 شهور يا كابتن. دي حقيقه واحنا حاذرين. صحيح. ضربه يعني وبطالب ان الناس كلها، يعني الحمد لله الناس كلها النهارده كانت واقفه جنبي. استقبلوك كويس قوي يا ميدو، وزمايلك كمان استقبلوك كويس قوي. انا يعني هم طبعا هم كلهم اخواتي، وهم كلهم يعني هم اكثر ناس عايشوا وشافوا قد ايه انا هم بيحبونا الفتره اللي فاتت. صحيح. ولو كابتن مدحت عايز اقول حاجه. اتفضل. لو شفتني قبل يوم فتره الاعداد صدقني كنت هتقول ان صعب جدا ميدو يرجع يلعب كوره تاني. والله. يعني كنت سعيد جدا. حتى الناس اللي شايفه منظري النهارده حتى لو مش في احسن حاله، انا بقول لهم ان ده مقارنه بالفتره اللي فاتت ده يعني يعتبر كويس. قدامك كام كيلو يا ميدو تاني؟ نعم؟ قدامك كام كيلو تاني؟ والله يا كابتن مجدي صدقني انا بقالي اكتر من شهر ونص ما بوزنش، يعني انا ماشي ان انا عامل دايت وبعمل تمرينات قوه وبتمرن الصبح وبعد الظهر، وللاسف في النص بس من كتر ضغط التمرين اتعورت، جالي الضمه لان انا بقالي فتره بعيد، والحمد لله يعني رجعت ثاني كده من 10 ايام اتمرنت مع الفرقه. يعني هو خلاص يا كابتن مجدي، وانس ان انت رجليك في الملعب بالظبط. الظروف دي قبل كده يعني وانس ان انت رجليك في الملعب خلاص. طب بقول لك ايه يا ميدو؟ ربنا يوفقك. ميدو معايا؟ ايوه. هنسال الكابتن مجدي والكابتن ابراهيم سؤال عليك، اللي يجاوب فيهم انا هديله بالنيابه عنك $100، ايه رايك؟ ايوه. انت سمعت؟ ايوه يا ميدو. ايوه يا كابتن مستني. هسال الكابتن ابراهيم والكابتن مجدي سؤال يتعلق بيك، لو جاوبوه صح انا هديهم $100 بالنيابه عنك، ايه رايك؟ اتفضل يا كابتن. انا مش هدفع حاجه خلاص. هو مش هيقول لك بالنيابه عنك. اسمع يا ميدو، انت رحت بعد الهدف معايا يا ميدو؟ اتفضل. رحت بعد الهدف لعبت الرايه بالهيدز بتاعتك، القصه دي انت عملتها مع احد الانديه ضد احد الانديه، انت فاكر طبعا يا ميدو. واضح ان حواليه هيصح، حاولوا او ماشيين في الطريق الاتوبيس طيب هنجيبه تاني. مش يعني انتوا فكروا في السؤال اجابته ايه؟
هو عمل الحركه دي وهو بيلعب في احد الانديه الاوروبيه ضد احد الانديه الاوروبيه في بطوله اوروبا. الحركه دي اتعملت في انو ماتش وهو كان مع فرقه ايه؟